Small, Francis. You're a skinny man, about 200 pounds. Keep going. I'm like 320 pounds, man. Wow, impressive. I'm impressed. The shape I'm in. السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في فيديو جديد. شاء الله قدر اقوم بتنزيل فيديو حتى ولو كنت في مكان غير جيد لتصوير الفيديو. سوف اقوم بمشاركة المعلومات. اذا شاهدت معلومة جديدة سوف اتشاركها معكم. سامحونا على هذا الضجيج، فقط خذوا المعلومات. اليوم اخبار جديدة. النزال سوف يكون ليلة السبت بين مقاتلين أقوياء، مقاتل متخصص في الMMA وبطل UFC السابق فرانسيس نغانو، وبطل عالمي في الملاكمة تايسون فيوري. سوف نشاهد مزيج بين الرياضات القتالية المختلطة والملاكمة. من سوف يفوز؟ هل سوف تفوز ملاكمة الMMA أو ستفوز الملاكمة الحقيقية التي تتمثل في الأسس وتتمثل في التقنيات العالية والتي تتمحور على اللكم بتقنيات وبضربات قوية؟ من سوف يفوز في هذا النزال؟ كما شاهدت في السابق تدرب كل من فرانسيس نغانو وتايسون فيوري، كلا البطلين يتمرنان. الآخر يريد أن يطيح به الآخر، وخصوصا فرانسيس نغانو يريد أن يطور من ملاكمته، خصوصا لأن الملاكمة في القتال المختلط ليست هي ملاكمة المحترفين. ملاكمة القتال المختلط تكون مزيج بين المصارعة. إذا شاهدت أن هناك أمر صعب على مستوى الواقع فإنك تذهب إلى المصارعة، لكن الآن فإنك يلزم عليك أن تلاكم فقط. حتى ولو كانت ملاكمتك ضعيفة سوف تلاكم الخصم، لأن القوانين تتمثل في الملاكمة فقط. وفرانسيس نغانو الآن أمام بطل عالمي، بطل متمرس في الملاكمة لسنوات، أخذ جميع الأحزمة. أنتم تعلمون على من أتكلم، تايسون فيوري. إذا قلنا كذلك أن تايسون فيوري سوف يذهب عند فرانسيس نغانو إلى القفز أو إلى عالم الMMA فإنه لن يفعل شيء، لأنه سوف يحتم عليه أن يلاكم ويصارع ويضرب بركلات برجله. الآن فرانسيس نغانو في بيت تايسون فيوري. إذا فاز فرانسيس نغانو على تايسون فيوري فسوف تكون أعجوبة، وسوف يقول الجميع بأن الملاكمة الMMA تتفوق على الملاكمة الإنجليزية أو الملاكمة الحقيقية. لذلك سوف نشاهد. أنا لا أريد أن أجزم في هذا النزال. نحن نعلم أن هناك بعض الأشياء ليست في صالح فرانسيس نغانو. فرانسيس نغانو متمكن في الملاكمة، نعم، وأنا أؤمن به في الملاكمة، لكن أمام بطل عالمي تايسون فيوري الذي هزم الجميع، هزم ديونتاي وايلدر، هزم العديد من المقاتلين الأقوياء، هزم فلاديمير كليتشكو، هزم العديد من المقاتلين المتمرسين والأساطير في رياضة الملاكمة. فرانسيس نغانو كذلك بطل، ولكن بطل في القتال المختلط. نحن لا نعلم ماذا سوف يقع في هذا النزال. كذلك أظن أن اللياقة البدنية التي يتوفر عليها فرانسيس نغانو، وأنا أقول إن لم يطورها فسوف تكون مشكل كبير بالنسبة لفرانسيس نغانو، خصوصا أنه يتوفر على عضلات كثيرة، والعضلات دائما أنتم كما تعلمون المتمرسين في رياضة الملاكمة كلما كانت عندك عضلات كثيرة كلما استهلكت العديد من الأكسجين، وكلما كانت الجولات صعبة. جولة وراء جولة تكون جيد في الجولة الأولى والثانية، لكن الجولة الثالثة والرابعة تكون قد استنفذت الأكسجين المتوفر في جسمك، لذلك يظهر بعض العيا. وهذا ما شاهدناه لفرانسيس نغانو عندما قاتل كل من ستيبي ميوسيش في المقابلة الأولى التي جمعت بينهم. كذلك عندما قاتل سيرينغان. كذلك دائما فرانسيس نغانو لديه، إذ لم ينهي النزال في الجولة الأولى وذهبت معه إلى الجولة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فإنه ينهك. أنا أتكلم عن MMA فقط، وما بك إذا تكلمت الآن على 12 جولة. 12 جولة ماذا سوف تفعل؟
صعبة المنال، يجب عليك أن تجاري وتكون عندك لياقة بدنية عالية. لا أريد أن أجزم، خصوصا أن الضربة التي يتوفر عليها فرانسيس نغانو في يده ليست طبيعية، هي من قوى كما يقول أبطال UFC، هي من قوى الطبيعة، وفرانسيس نغانو بأكمله من قوى الطبيعة. لكن إذا تكلمنا من الناحية التقنية وناحية الحسابات وناحية الذكاء الذي يتوفر عليه تايسون فيوري، تايسون فيوري سوف ينهي في الجولات الأولى، إذ لم يكن تلاعب أو إذ لم يكن مجرد بيزنس. فسوف إذ قلنا أن تايسون فيوري أخذ فرانسيس نغانو على محمل الجد فسوف ينهيه. لماذا؟ لأن سوف أعطيكم خير مثال، سباك لا يمكن أن يكون طيار أو يسوق الطيارة. كل واحد وعمله، كل واحد ومهمته، كل واحد وماذا يتقن. فرانسيس نغانو بطل كما قلت في الامام وبطل UFC، تايسون فيوري بطل الملاكمة. إذا ذهب الآخر عند الآخر أو إلى مجال الآخر فسوف يهزم. هذه هي القوانين، 1+1 تساوي 2. إذا ذهب تايسون فيوري كما قلت من قبل عند فرانسيس نغانو سوف يقتله في القفز. لذلك يا إخواني نكون منطقيين. لذلك كذلك سوف نشاهد ماذا سوف يقع. أريد أن أشاهد كما شاهدنا في السابق كونر ماغريغور ضد فلويد مايوادر. كان كونر ماغريغور في تلك الوقت في أوج عطائه، وأنتم تعلمون ماذا فعل له فلويد مايوادر، أنهكه. وهذا ما قاله كونر ماغريغور على لسانه، قال بأنه أنهك جراء الجولات وجراء كذلك الإعياء الجسدي. أظن أن ليس بين ليلة وضحاها، سوف تتمرن على 12 جولة وسوف تصبح متمرس وتتفوق على 12 جولة. لا يمكن يا إخوان. لذلك أقول بأن تايسون فيوري سوف ينهي فرانسيس نغانو. أنا لا أقلل من قيمة نغانو، لكن أجزم لكم أن تايسون فيوري سوف يقوم بعمله. إخوان، كان فيديو ما قل ودل، أردت أن أتشارك معكم. لا تهتموا بالضجيج، لا تهتموا بجودة التصوير. عندما أكون في يوم السبت والأحد يوم راح أقوم بتصوير فيديو بجودة عالية وجيدة. شكرا يا إخواني، وإلى اللقاء.